السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوكا. النهاردة بقى قلت أوريكم الفطار. النهاردة هنعمل مع بعض إيه؟ قلت هعمل إيه هعمل إيه. رحت مطلعة بقى لحمة من الفريزر وقلت بقى إيه أسلقها وأشوف هعمل جنبها خضار إيه. بدأت بقى ان انا حطيت ميه تغلي على النار ونزلت باللحمه بتاعتي. بعد ما الميه غلت طبعا ما بحطش فيها اي حاجه غير لما الشوربه بتاعتي تبقى رايقه خالص. وبعد كده ابتدي بقى ان انا احط فيها بهاراتي بقى اللي انا عايزه احطها. حطيت طماطميه على 4، بصلايه على 4، ورق راوله، فلفل اسمر وشويه سكر. انا ما بحطش مع اللحمه ملح علشان خاطر ما تغيبش في السوا. تمام. بعد ما عملت بقى نزلت زي ما انتم شايفين بالسكر والفلفل الاسمر والطماطم والبصل عفوا. فطبعا ايه هسيبها بقى تغلي مع نفسها لغايه لما انا بقى ايه اشوف هعمل الخضار بتاعي ايه. تمام. طبعا انتوا عارفين الاكل ده حيره وكل يوم بنقوم مش عارفين ناكل ايه ونشرب ايه. جبت حله نزلت فيها بشويه سمنه، معلقه سمنه وشويه زيت. قلت اعمل جنبها ايه فاصوليا دي طبعا انا مفرزاها من طبعا انتوا عارفين الواحد بيعمل تفريزات وحاجته. عشان كمان الحاجه تتسهل علينا في رمضان ونبقى ايه يعني نطلع من الفريزر ونعمل على طول. خصوصا بقى لما يبقى وقت الفطار والدنيا ضيقه وعندنا اطفال وكده بنبقى عايزين نخلص اللي ورانا بسرعه. نزلت بالبصلايه وقلت بقى ان انا اشوحها كده. وبعدين نزلت عليها بالطماطم بقى اللي انا ايه طبعا برضو مفرزاها معاكم قبل رمضان. بعد ما البصل اخد لون ذهبي نزلت عليه بالطماطم. هنزل بشويه ميه بس عشان انا الطماطم دي مسبكاها جامد عشان خاطر يعني ايه تفك شويه. وهديت عليها النار وسبتها. بعد ما الطماطم ساحت معايا وبدات تخش في التسبيكه هنزل بكيس الفاصوليا بتاعي اللي انا مفرزاه اخضر وزي الفل. عايزه اقول لكم تفريزاتنا كلها في بسله في اي حاجه في باميه كل حاجتنا بتبقى خضره زي ما هي وزي الفل وبسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. تمام زي ما انتوا شايفين اهو. انا ماشيه معاكم ايه خطوه بخطوه. هسيبها بقى كده على النار لغايه لما بدات ان هي تغلي مع بعضها. هبدا بقى اجيب تومه كده، معلقه توم كبيره، ملح وفلفل اسمر، وابتدي بقى ان انا انزل إيه على الفاصوليا بتاعتي وهدي عليها النار واسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها. عايزه اقول لكم ريحتها كانت روعه جدا. انا طبعا من عشاق الفاصوليا بحبها جدا. جبت حله تانية نزلت فيها بشويه زيت وهنزل عليها بحته طماطم صغيره من اللي انا مفرزاها واسيبها تسيح. ليه؟ احنا بنحب الملوخيه بتاعتنا سواء ناشفه ولا خضره بنحبها بصلصه. بعد ما خلصت كده جبت نزلت عليها بالشوربه بتاعتي. تمام. وهنزل عليها بحته تومه نيه. زي ما احنا عارفين انا بحب اعمل الطريقه دي جدا سواء بقى في طماطم في ملوخيه خضراء ملوخيه ناشفه. انا النهارده هعمل ملوخيه ناشفه. طبعا الملوخيه ناشفه دي صعيدي فطبعا بقى عايزه اقول لكم بتبقى مسكره وطعمها جميله جدا. طبعا طلعت الملوخيه من التلاجة انا منضفاها نزلت عليها بشويه شوربه معلقه كربونات وقلبتها مع بعضها. وبعدين بعد ما التومه غلت مع الطماطم والشوربه رحت ابتديت ان انا نزلت بالملوخيه بتاعتي وابتديت بقى ان انا اقلبها جامد جدا عشان خاطر ايه ما تكلكعش معايا. لغايه لما ايه قلت على قبل الفطار ابتدي بقى ان انا اقلب التومه بتاعتي وابتدي اقلل الملوخيه عشان تبقى طازه كده وريحتها حلوه. تمام زي ما انتم شايفين انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه ومفيش اي اختلاف. نزلت بقى انا بحب احط الملوخيه شويه سكر. انا بحب اضيف السكر ده في كل حاجه بعملها. تمام. بعد كده جبت حله نزلت فيها بشويه زيت معلقه زبده حلوه كده. وبعدين هنزل عليها بالشعريه بتاعتي. انتوا عارفين انا ما بحبش شعير الشعريه بتاعتي. انا عيني ميزاني زي ما كل واحده عارفه مقاديرها ايه. نزلت بالشعريه بتاعتي وابتدي بقى ان انا اشوحها كده زي ما انتم شايفين لغايه لما تاخد اللون الذهبي معايا. احنا عارفين كوبايه رز كوبايه ميه ده الرز المصري. تمام. بعد ما اتشوحت كده زي ما احنا شايفين هنزل عليها بالملح بتاعي وما بسيبش الشعريه تغلي مع الميه علشان ما تترش مني وتعجن. نزلت عليها بالرز بتاعي اللي انا غسلاه ومعايراه. وهبتدي بقى ان انا اقلبه وهدي عليه النار واسيبه. كل ده انا بعمل الرز وتقليه الملوخيه ده في اخر وقت خالص قبل الفطار. جبت طاسه بقى وهنزل بمعلقه سمنه كبيره حلوه زي ما احنا شايفين. وبعدين هنزل عليها معلقه توم حلوه كده كبيره بكزبره ناشفه. زي ما احنا شايفين ان احنا عارفين الملوخيه الناشفه او الخضره روحها التوم. تمام. هنزل بالثوم بتاعي زي ما احنا شايفين كده اهو وابتدي بقى ان انا اشوحها كده لغايه اما تاخد لون ذهبي
مش محروق، بس دهبي غامق سنه. ما ينفعش ان التومه بتاعت الملوخيه تبقى فاتحه. وبعد كده هنزل عليها بالملوخيه بتاعتي، ويا نهاري على الريحه وعلى جمالها. كل حاجه خير ونعمه من عند ربنا، ربنا يديم علينا نعمه يا رب. انتوا عارفين رمضان ده خير وياما وحاجته ياما، ربنا يا رب يملى بيوتكم كلها بالخير والعمار. كده انا كنت خلصت اكلي النهارده. الفاصوليا اهي نزلت فيها بحتتين لحمه بعد ما سلقتها. واللحمه كان في ناس برضو مش عايزين لحمه محمره، عايزينها بالشوربه. والزيتون بتاعي ده اللي انا مفرزاه معاكم، وعامل اللي انا يعني عملته معاكم مخلل جميل وزي الفل. عملت طبعا معاكم قبل كده الزيتون، وعملت معاكم تفريزات الطماطم والخضار وكل حاجه. كل الحاجات دي عشان الشهر الكريم المفترج ده، ربنا يجعله شهر خير يا رب عليكم كده، ويملى بيوتكم كلها بالخير والعمار. انا النهارده كان اكلي خلص اهو. الملوخيه خلصت، الفاصوليا خلصت، ورز اهو زي الفل، والزيتون بتاعي زي الفل، وكل حاجه تمام التمام. ما تنسونيش بقى لو النهارده الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.